السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم طلاب بريب 1 في أول ليسون عندنا في منهج الماس. أول ليسون عندنا بيتكلم عن البروبوشن. تعالوا مع بعض كده نفهم يعني إيه. بس قبل ما نفهم يعني إيه بروبوشن تعالوا نراجع بس مراجعة بسيطة. فاكرين يا ولاد حاجة اسمها الريشيو؟ أيوة يا مستر فاكرين. الريشيو دي بتبقى ما بين رقمين، وليكن مثلا عندنا A و B. الريشيو نقدر نعبر عليها ب 3 فورمز. أول فورم عندنا اللي هي ال A over B. طبعا فاكرين كلنا النيميريتور والدينومينيتور كل الكلام ده، وفي ال A to B وال A to B بالشكل ده. يبقى احنا عندنا كام شكل يا ولاد؟ 3 اشكال. هل لو انا قلت مثلا ان انا الريشيو ما بيني وبين صاحبي 1 to 2، هل كده انا معايا 1 وصاحبي معاه 2؟ لا يا مستر، احنا عارفين ان الريشيو دي ممكن تبقى اي حاجه، مش شرط تبقى نمبر 1 او نمبر 2. طيب تعالوا كده ناخد مثال ونشوف الدنيا. دلوقتي بيقول لك احنا عندنا 15 طالب، 7 boys and the rest are girls. طيب الاول يا مستر كده لو احنا معانا 7 boys يبقى فاضل كام جيرل؟ 8 girls، علشان احنا كل students او كل البيبلز عندنا كام؟ 15 يا مستر. طيب تعالوا نشوف هو عاوز ايه. بيقول لك عاوز النمبر اوف ذا بويز ان ذا توتال نمبر، يعني هو عاوز العدد بتاع الطلاب. تعالوا كده نقول ان دي مثلا نمبر 1. عدد الطلاب كام يا ولاد اللي هم البويز؟ 7 بس يا مستر. وتوتال كل الطلبه كام؟ 15. نقدر نكتبها 7 over 15. يبقى دي كده الريشيو بتاعتنا، او نقدر نكتب زي ما هو قايل لنا 7 to 15 بالشكل ده، او 7 to 15 بالشكل ده. طيب يا مستر تعالوا نحل السؤال التاني كده مع بعض. هو عاوز الجيرلز بالنسبه للبويز. دلوقتي الجيرلز عندنا كام؟ 8. والبويز كام يا ولاد؟ والبويز عندنا 7. فيبقى الريشيو بتاعتنا كام؟ 8 over 7، او نكتبها بالشكل زي ما هو موجود. يبقى دي كده نمبر 2. نمبر 3 عندنا بقى بيقول لك ايه؟ عاوز التوتال نمبر تو ذا جيرلز، يعني هو عاوز مين الاول؟ التوتال نمبر. اتفقنا وقلنا التوتال نمبر دي اللي هي بتبقى كام؟ 15 يا مستر. اوفر كام؟ النمبر بتاع الجيرلز اللي هي 8، وممكن نكتبها برضو بالشكل ده. يبقى احنا كده في السلايد دي عرفنا ايه هي الريشيو، ان احنا نكتب حاجه على حاجه او حاجه تو حاجه. يبقى دي الريشيو. تعالوا ناخد برضو سؤال بسيط كده مع بعض نحله، وبعدين ننتقل على بدايه الدرس بتاعنا. تعالوا بقى على طول نشوف السؤال بتاعنا ده. في الاكزامبل بتاعنا بيقول لك لو انا عندي ريشيو 3 to 5 is equivalent to the ratio. يعني ايه equivalent؟ يعني هي بتساوي ريشيو x to 15. عاوز الفاليو بتاعت الاكس. قلنا لو احنا عندنا بالشكل ده نقدر نكتبها ازاي يا مستر؟ نقدر نكتبها 3 over 5. 3 over 5 بتساوي كام؟ x over ال 15. يعني يا ولاد لو هو جاب لنا الريشيو كده فنكتب ال x over ال 15 وال 3 over ال 5، فيبقى عندنا كده ال 3 over 5 equal x over 15. هو عاوز مين؟ هو عاوز الفاليو بتاعت الاكس. طيب يا مستر بطريقه بسيطه كده ناخدها، وناخد كمان شويه الطريقه بتاعت الدرس بتاعنا. الطريقه البسيطه بتقول لك هنا عشان انا اقدر احول ال 5 ل 15 عملنا كام؟ عملنا باي 3 يا مستر. طيب انا بقى نفس الكلام فوق هنعمل نفس الكلام تحت. احنا تحت عملنا باي 3، يبقى فوق هنعمل باي كام يا ولاد؟ هنعمل باي 3 برضه يا مستر. طيب احنا عندنا كده الاكس بتاعتنا بتساوي 3 باي 3. 3 باي 3 بكام يا مستر؟ كلنا عارفين انها ب 9. فيبقى كده الريشيو بتاعتنا اللي هي 3 اوفر 5 هي بتساوي كام؟ 9 اوفر 15. ولو كتبنا ده على الكالكوليتر هيقدر يطلع لنا الرقم ده. فانت دلوقتي تقدر تستخدم الكالكوليتر بتاعتك عادي وتجرب، هتلاقي ان هو طلع الرقم ده. فاحنا كده عندنا الايكواليتي دي اللي هما الاثنين بيساووا بعض، بيبقوا ايكويفالنت لبعض. دول بيسميه ايه؟ بنسميه البروبوشن. تعالوا بقى ناخد اكتر يعني ايه بروبوشن، وناخد امثله عليه ونحل. يلا بينا. تعالوا بقى نبدأ في الدرس بتاعنا. دلوقتي عندنا الكونسبت بتاعت مين؟ بتاعت البروبوشن. ايه هي الكونسبت؟ اقرا معايا. بيقول لك a proportion is an equality of at least two ratio or two rates. يعني يا مستر الكلام ده زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فاتت، لو عندنا رقمين مثلا 4 over 8 لو كتبت فيها الكالكوليتر هيطلع هاف، فالاتنين بيساووا بعض. دي كده عندنا حاجه اسمها البروبوشن. نفس الكلام لو انا جيت مثلا قلت ال8 بالنسبه للتوب اوف فلور، مثلا اي حاجه هتبقى دي بيبقى اسمها عندنا ريت. زي لو انا قلت كيلومتر بير اور يبقى كيلومتر على اور، دي نفس الكلام بنطلق عليها اسم الريت. طيب تعالوا نشوف كده عندنا حاجه بسيطه ولذيذه جدا. دلوقتي لو قال لك عندنا if the quantities A B C D are proportional quantities، احنا بنفهم من كده ايه؟ بنفهم يا مستر ان عندنا ال A over ال B بتساوي مين؟ بتساوي C over ال D بالشكل اللي هو قال لنا عليه ده. طيب تعالوا ناخد مثال كده على الكلام ده. مديك كده شويه كوانتيتيز وبيقول لك 3 4 6 8، بيقول لك دول proportional quantities. يعني ايه proportional quantities يا مستر؟ يعني لو انا عملت ال 3 over ال 4 هتطلع هي ال 6 over ال 8 بالشكل الموجود عندنا ده. فيبقى بالتالي احنا عندنا يا مستر كده اكتشفنا ان لو هو جه عندنا قال لك مثلا يا شباب انا عندي 3 over 4 و 6 over 8، نقدر نكتبها بقى بالشكل بتاع الريشيو. سهله يا مستر، يبقى كده 3 to 4
ومين و6 to 8. يبقى بالشكل ده 3 4 6 8. كل دول بنطلق عليهم ايه proportional quantities. دلوقتي بقى يا مستر هناخد بس مفهوم بسيط. احنا عندنا زي ما احنا اتفقنا ال A to B بتساوي C to T. ال A بقى to B عندنا ال B دي وال C دي بنطلق عليها اسم المينز. لا يا مستر أنا مش فاهم حاجة بالراحة. شايفين ال B C دي دول قريبين من بعض فبنطلق عليهم اسم المينز، انما ال A D دي اللي هم الاطراف بتاعتنا بنطلق عليهم اسم الاكستريمز. وخليك بقى مركز معايا في الاسمين دول عشان هناخد في السلايد الجايه بنعمل ايه بالمينز وبالاكستريمز. يلا بينا تعالوا بقى نشوف مع بعض. دلوقتي احنا عندنا البرودكت اوف اكستريمز بيساوي البرودكت اوف مينز. طبعا احنا عرفنا في السلايد اللي فاتت يعني ايه اكستريمز ويعني ايه مينز. احنا عندنا ال A B equal C D، فبالتالي يبقى عندنا ال A D بيساوي مين؟ ال C D. فتعالوا طيب نبص مع بعض كده. عندنا 3 اوفر 4 بتساوي 6 اوفر 8. احنا هنا ممكن نعمل كده على طول كروس، يبقى 3 باي ال 8 بتساوي 6 باي ال 4. وممكن كمان نعملها بطريقة جميلة ان احنا نقسمهم A B C D. عرفنا ان ال B في ال C بتساوي مين؟ ال A في ال D. فاحنا كده اول ما يجي لنا حاجة هو عاوز يتأكد هي proportion او لا نعمل الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها. طيب تعالوا هنا نشوف الاكزامبل بتاعنا ده. بيقول لك 3 اوفر ال 8 و 6 اوفر ال 10. عاوز يعرف دول proportion ولا لا. اتفقنا يا مستر هنعمل ال 3 في ال 10 وال 8 في ال 6 ونشوف لو طلعوا equal يبقى كده احنا عندنا دي proportion. طيب ال 3 في مين؟ في ال 10. ال 3 في ال 10 بتساوي كام يا مستر؟ بتساوي 30. يبقى ده اول حاجه جاوبنا عليها. طيب يا مستر لو احنا عندنا ال 8 باي 6، ال 8 باي 6 دي بتساوي كام؟ ال 8 باي 6 دي يا ولاد بتساوي عندنا ال 48. فهل انتوا شايفين ان ال 30 بتساوي ال 48؟ لا يا مستر. فبالتالي دي هتبقى نوت بروبوشن، يبقى مش ده اللي هو عايزه. طيب تعالوا نشوف رقم 2 عندنا. رقم 2 بيقول لك ال 8 اوفر 10 و 12 اوفر 15. المستر قال لنا ان احنا هنعمل ده في ده لازم يطلع بيساوي ده في ده عشان اقدر اقول بروبوشن. طيب يا ولاد عندنا ال 8 باي 15. حد يعرف يقول لي مثلا يا ولاد ال 8 باي 15 دي عندنا بتساوي كام؟ صح بتساوي 120. طيب هل بقى لو احنا عملنا 12 باي 10 هيطلع 120؟ مظبوط يا مستر هيطلع 120. فبالتالي اقدر اقول ان الرقمين دول مع بعض كده بيعملوا لنا حاجه اسمها بروبوشن. تعالوا ناخد كمان شويه امثله كمان. دلوقتي تعالوا نحل شويه الاكزامبلز دي مع بعض. اول حاجه هو عاوز يعرف البروبوشن بتاع ده. احنا اتفقنا لما هو يقول لنا ان ده بروبوشن يبقى عندنا ده في ده بيساوي ده في ده. فبالتالي يبقى عندنا ال9 في ال10 اللي هي بتساوي 90. يبقى ال90 عندنا بتساوي ال6 في مين؟ في الاكس. يبقى ال6 في الاكس نقدر نرتبها 6 اكس. يبقى بالتالي احنا عندنا بالشكل ده كده الايكويشن بتاعتنا. هل احنا ما نعرفش نحل الايكويشن دي؟ لا يا مستر سهله. دلوقتي عندنا ال 6 دي بالمالتبلاي نقدر نوديها بالايه؟ بالديفايد. فتبقى 90 اوفر 6 بتساوي الاكس. على الكالكوليتر نقدر نعرف ال 90 اوفر 6 دي بتساوي كام؟ بتساوي 15 يا مستر. يبقى الاكس بتاعتنا بتساوي كام؟ بتساوي 15. يبقى بكل بساطه من قانون صغير احنا عرفناه قدرنا نجيب الاكس بتاعتنا. طيب حد يلا يحل معايا نمبر 2. نمبر 2 دي عندنا وقف الفيديو وحلها كده. صح يا مستر. بنعمل ايه؟ هنعمل اكس في 21 وهنعمل 15 في ال 14. طيب 15 في ال 14 بتساوي مين؟ بتساوي 21 اكس. طيب هنا دي نقدر نعملها بالكالكوليتر. لو عملناها بالكالكوليتر هتطلع كام عندنا؟ تطلع 210. يبقى 210 بتساوي 21 اكس. زي ما احنا اتفقنا هنودي دي بالديفايد فتبقى 210 اوفر 21 بتساوي الاكس. الكلام ده بيطلع عندنا في الاخر الاكس بتاعتنا بتساوي كام يا مستر؟ بتساوي 10. يبقى انا عرفت ان اكس بتساوي 10 من مجرد قانون بسيط. خلونا بقى ناخد اكزامبل كمان على الكلام ده ويبقى كده خلصنا درس البروبوشن. شفتوا بقى درس البروبوشن سهل ازاي؟ تعالوا ناخد مثال كمان وبعدين ننهي الفيديو. تعالوا بقى نبص على المثال الاخير عندنا وهو مثال مهم. دلوقتي بيقول لك a car consumes 3 liters of gasoline to travel 33 كيلومتر. طيب يبقى احنا كده عندنا دي ريشيو. اول حاجه نكتب ايه؟ 3 اوفر كام؟ اوفر 33. ليه بقى؟ يبقى ده الليترز العدد اللي خدها من الليترز في الكيلومترز. تمام. يبقى بيقول لك how many liters of gasoline does it need to travel 121 كيلومتر. يبقى هو عاوز يعرف الكام لتر. يبقى دي اكس عشان احنا مش عارفينها علشان اقدر اترافل كام؟ 121. يبقى شفتوا احنا حولنا الوورد بروبلم لمساله كده نقدر نحلها بشكل بسيط ازاي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اتفقنا كده والمستر قال لنا ان انا بعمل ده في ده بيساوي ده في ده. يبقى عندنا 3 باي ال 121 بتساوي كام؟ بتساوي 33 اكس.
طيب يا مستر 3 باي 121 بيساوي كام عندنا؟ الكلام ده بيساوي 333 بيساوي 33 اكس. هنعمل ديفايدد كام؟ هنعمل ديفايدد 33. يبقى عندنا في الاخر يا ولاد الاكس بتاعتنا بتساوي كام؟ بتساوي 11. طيب يا مستر يعني ايه الاكس بتاعتنا بتساوي 11؟ يبقى احنا عندنا الكار بتاعتنا محتاجه كام لتر من الجازولين؟ محتاجه 11 لتر. يبقى عشان تمشي 121 كيلو محتاجه 11 لتر. يبقى عشان تمشي 3 كانت محتاجه 33 لتر. يبقى كده احنا فهمنا البروبوشن ازاي هو بيفيدنا في حياتنا، ان احنا نقدر نعرف كل خطوه احنا نمشيها كام عن طريق البروبوشن وعن طريق شكل القاعده اللي احنا اتفقنا عليها. يبقى كده احنا خلصنا درس البروبوشن بتاعنا وهو ليسون 1 عندنا. ويا ريت نحل كلنا الاكسرسايز علشان كل ما نحل اكتر في الماس نقدر نبقى متمكنين اكتر من الدرس. وبس كده، ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير عشان تستنانا في الفيديوهات الجايه وفي شرح ليسون 2 ان شاء الله. سلام.